من 3 أيام تقريبا بيحيل وزير الصحة المصري مستشفى في 6 أكتوبر عشان عمليات مياه بيضاء حصل فيها تلوث. في الحلقة دي هنتكلم عن موضوع مهم جدا يؤرق كل دكاترة العيون، واسمه الالتهاب الداخلي ما بعد عمليات الجراحية، وبالذات عملية المياه البيضاء اللي احنا بنسميه البوست اوبراتيف اندوفتالمايتس. وفي الفيديو ده هنعرف مدى خطورة الموضوع ليه كلنا كدكاترة عيون ده الحاجة الوحيدة اللي بتمثل لنا رعب. الموضوع ده بيحصل ازاي بالظبط والاعراض بتاعته، هل ليه علاج ولا ملوش علاج، هل اللي جاله خلاص بيبقى فقد النظر ولا لا، النسبه بتاعته قد ايه بعد العمليات الجراحيه، وكل الحاجات اللي انتوا عايزين تعرفوها عن الموضوع ده. حالة من المية البيضاء بتتعمل على في مستشفى حكومي تابعة للتأمين الصحي، بيحصل بعدها تلوث واستغاثات من المرضى أدت إن الموضوع ينتشر جدا، أدى إلى تدخل النائب العام شخصيا وأحال القضية للتحقيق. الاندوفسالمايتس أو الالتهاب اللي بيحصل عبارة عن ميكروب دخل العين وأثر عليها، عمل مشاكل كبيرة قوي في أحيان كتير بتصل لفقد النظر. الشكوى بتاعته بتيجي بعد أسبوع، وفي بعض الأحيان بتيجي بعد أسبوعين، من ألم شديد جدا، تناقص شديد قوي في النظر. فلما يجي لي واحد عامل عمليه ميه ويقول لي يا دكتور انا عيني بتوجعني، اول حاجه بساله عليها بقول له في يعني فقدان سريع قوي في النظر ولا لا. لو قال لي انا نظري لا كويس او مزغلل حاجه بسيطه بطمن شويه، بس مش بطمن خالص غير لما بشوفه بعيني واستبعد وجود هذا الميكروب او هذا الالتهاب الخبيث. جوه بقى العين بتبقى محمره، حساسيه ضوئيه، وكمان ممكن تلاقي بقى خلايا التهابيه، بل في بعض الاحيان بتلاقي الصديد، والصديد عامل باس ليفل او بنسميه هايبوبيون، العين بقت مليانه من جوه صديد. الميكروب ده بقى بيجي منين؟ الميكروب ده هيبقى ليه مصدر من اتنين. المصدر الاول وهو المريض نفسه، وده بنسميه الاندوجينس. اندوجينس يعني جاي من داخل جسم المريض، وده بيكون يا اما في انسجه العين في الملتحمه او في الجفون او حاجه زي كده. مريض مهمل، مريض يعني ممكن عنده التهابات، مريض مناعته ضعيفه، عنده السكر فالالتهابات بتاعته بتنشط، او حاجه تاني بره العين ممكن تبقى في الانف، او ميكروب ماشي في الدم مثلا او في الاسنان. وده النوع الاول. النوع الثاني لا، ده حاجه مش من المريض، ده اكسوجينس، ده جاي له من بره، يا اما من الالات الجراحيه، يا اما من السوائل اللي احنا بنستخدمها، يا اما من البيئه المحيطه بتاعه غرفه العمليات ما هياش معقمه، يا اما حصل عدوى من مريض تاني بسبب مشكله في التعقيم بتاعه الالات، يا اما من الجراح نفسه، ودي حاجه نادره مثلا ان هو يكون عنده ميكروب في الانف او في الجلد او اي حاجه فنزلت في عين المريض، مشكله في التكييفات، حاجه بعيد عن المريض. واحد يقول لي اشمعنى لما الميكروب ده الميكروب ده موجود، ممكن يكون موجود في عين الدكتور وفي الانف بتاعته، او في عين المريض او في الانف بتاعته، ليه يعني اشمعنى العمليه هي اللي خلت الموضوع خطير؟ ما هو موجود في عين الدكتور، عامل له ايه؟ عامل له شويه احمرار، عامل له شويه الم، شويه عماص، اشمعنى لما دخلت جوه العين؟ اقول لك اه والله ده سؤال حلو قوي. العين بتاعتنا محميه مناعيا، بمعنى ان هي كوره مغلقه. سيبك من الجفون، الجفون دي مش جزء من العين، احنا بنتكلم عن كوره العين. كوره العين محميه طبيعيا، بمعنى ان فيها خلايا من بره مترصصه جنب بعضها، حواجز امنيه مش مخليه اي حاجه تخش جواها. وكذلك برضو من جوه العين في حاجز تاني داخلي ما بين العين والمخ، وكمان الدم، الدورة الدموية. يبقى كده العين متحوطة بحاجز من الأمام وحاجز من الخلف. العين تبدو منيعة جدا من الخارج، بينما من الداخل المناعة دي بتقل شوية. بتقل شويه لان العين مش مصممه اللي هي يكون فيها التهابات مناعيه كتيره، او حاجات خلايا كتيره بتعوم، لان ده بيعوق اساسا وظيفه العين. وظيفه العين ان هي تبقى شفافه، فالمفترض ان كل حاجه جوه العين بتبقى شفافه، فما فيش خلايا مناعيه كتير قوي. الميزه دي بتاعتنا دي بتفقد لما يحصل عمليه ميه بيضاء. ليه لما يحصل عمليه ميه بيضاء؟ ده انا فتحت خلاص، انا عديت الحاجز الامني، فاي ميكروب ساعتها ممكن يدخل جوه العين. ولبطء نظام المناعه بتاعه العين، ولخباثه الميكروب اللي هو بيفرز انزيمات وبيفرز سموم بتاثر على الانسجه الدقيقه الرقيقه بتاعه العين زي الشبكيه والعصب البصري، الاصابه بتبقى قاتله للنظر، بتاثر جدا على الموضوع ده، ويتراكم خلايا التهابيه، يحصل تورم في العين وصديد والكلام ده كله. والحاجات دي كلها بتؤثر جدا 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 على العين. الحقيقه ان استبعاد الموضوع ده او ان احنا نعالجه يعني هندخل بقى في مضادات حيويه كتير وبانواع كتير. مضادات حيويه قطره، ودي ممكن ان احنا ناخدها كل ساعه بتحط قطره وبتركيبات مختلفه. ممكن كمان تاخد سيستمك، تاخدها حقن او اقراص.
وكمان ممكن تحقنها جوه العين. انا عايز ادخل مضاد حيوي بتركيز كبير قوي بكميه كبيره جوه العين. وكمان في الاخر بقى الحاجه الاخيره اللي احنا ممكن نعملها ان احنا ممكن نعمل حاجه اسمها بارس بلانا فيتريكتومي او عمليه استئصال جسم زجاجي، وبنشيل معاها بقى العدسه اللي احنا زرعناها بحيث ان الحاجات دي ما يبقاش فيه مصدر داخلي للعدوى جوه العين. البروجنوزس او يعني المأمول من الموضوع ده ضعيف في نسبه يعني من 25 ل 40%، اللي هم جايين اساسا بنظر كويس في الاول ممكن يحافظوا على نسبه من نسب النظر. طبعا الوقاية خير من العلاج في هذه الأمور الكارثية. الوقاية بتاعتنا بتشمل أولا لازم مش أي مريض كده يخش يقول أنا عايز أعمل مية بيضاء. لا يا فندم، أنت لازم تعمل تحليلات عشان تطمن على جسمك من جوه. سكرك عالي بتوطيه، عندك مشكلة في الأنف أو في الأسنان بتعالجها، عينيك لازم أديك مضاد حيوي قبل مضاد حيوي قطرة لو لقيت إن عينك محمرة، مش هعمل لك العملية وعينك محمرة. بديك كمان مضاد حيوي سيستميك، يعني اقراص بتاخدها قبل العمليه، بروتوكول معين. لو لقيت ان انت في التحليل البول بتاعك فيه ميكروبات نازله في البول، يبقى جسمك فيه ميكروب، يبقى بضطر ان انا اديك مضادات حيويه. باجي يوم العمليه بعمل شويه اجراءات عشان تقلل او تقتل الميكروبات اللي موجوده عندك جوه عينك. البوفيدون ايودين ده بحطه جوه العين وبسيبه بفتره معينه وبتركيز معين عشان يقتل الميكروبات كلها. كمان في اثناء العمليه المحاليل اللي داخله جوه العين بنحط فيها مضاد حيوي، بنحقن مضاد حيوي بعد العمليه. الادوات المستخدمه لازم تتعقم بصوره كافيه جدا. ولو عيان عنده عدوى لازم افصله عن عيانين تانيين ما عندهمش عدوى. عيان مثلا عنده فيروس سي او حاجه زي كده لازم يتفصل تماما. المحاليل الجراحيه والادوات الجراحيه ما نستخسرش فيها، وده يا جماعه اللي بنقوله، ما تسترخصوش في عينيكم. الاسترخاص ممكن يطير عينك. استخدم احسن حاجه وانضف حاجه في عينك لو تقدر، بالذات في عمليه ميه بيضاء. ما هياش عمليه طارئه لو مش معاك ثمنها دلوقتي، لو انت شاكك في المركز او في نظافته او اي حاجه زي كده تمهل يا اخي الكريم واعمل العمليه صح. في دول العالم المتقدم بتقوم لجان طبية بعمل تحقيقات موسعة عشان نعرف الميكروب ده جه منين. الميكروب ده هل كان فيه تلوث في الأجهزة والمعدات المستخدمة والسوائل، عشان كده بيتم أخذ مساحات طبية من كل حاجة عشان نطمن إن كل حاجة معقمة. بالنسبة لسؤال الطاقم الطبي، بنسأل الدكاترة هل التزموا بالمعايير المتعارف عليها ولا لا، يعني مثلا اديته مضاد حيوي ولا لا، شخصت الموضوع في الأول وعالجته صح ولا سيبته لحد ما الموضوع يتفاقم ويتطور. يعني الموضوع ده احنا مش بنحب نتكلم فيه كدكاترة، مش نوع من انواع التشاؤم والحاجات دي، الحاجات دي منهي عنها في ديننا. ما ينفعش ان انت التشاؤم والطيرة ده من الشيطان، بس ما نحبش نتكلم فيه. دي الحاجة الوحيدة اللي احنا بنخاف منها. اي حاجة تانية ممكن تتعالج. تخيل واحد مثلا عمل عملية مية بيضاء والمقاس العدسة مش مظبوط، يا سيدي هعمل له ليزك، هلبسه نظارة، هفتح العين اطلع العدسة واحط عدسة تانية. اي مضاعفة تانية في العين بتتعالج الا ده. نسأل الله العظيم للشفاء للمرضى اللي حصل لهم اوت بريك او انتشار لاستشراء للميكروب في عينيهم. الوقاية خير من العلاج، وقلوبنا مع زمايلنا الدكاترة يا رب يلطف بيهم يا رب. ما نقدرش نقول حاجة غير كده. وبس ده كان الموضوع بتاعنا بتاع الاندوفتالمايتس. كان معاكم دكتور محمد جودة، اتمنى اشوفكم دايما في صحة وعافية. مع السلامة.